مرحبا. اليوم الفيديو تبعنا مونة. أكيد كلياتنا بنواجه صعوبة بقصة المونة والفريزة وقطع الكهرباء، فلهيك جبت لكم طريقة لمونة البازاليا كتير ظريفة ونتيجتها مضمونة إن شاء الله. هلأ فصفصت البازاليا أكيد وغسلتها، وبطنجرة حطيت مي إنه تغمر البازاليا. أنا هون كان عندي كيلين بازاليا، المهم المي تكون غامرة البازاليا. حطيت لهم للمي معلقة ونص ملح ومعلقة ونص سكر، وخليت البازاليا لتستوي. هلا أنا بستوي البازاليا صراحة بالمي، في عالم ما بتستويها، أنا لا بستويها لحتى استوت البازاليا. بعدين هي ما بتاخد وقت أبدا، يعني ما بتاخد أكتر من 4 ل5 دقايق. بس استوت البازاليا عنا، جبت مطربانات ضغط، يفضل تكون إنه جديدة مشان تضغط منيح. البازاليا بالذات كتير حساسة بقصة الضغط، لازم يكون الغطا والمطربان جدد. بعد ما نعبي البازاليا بالمطربان ونغمره بالمية اللي عم تغلي، رح نحط على وش المطربان معلقة خل أبيض كتير مهمة. بعدين رح نضغط المطربان منيح بعزم ومنقلبه، بنتركه مقلوب لتاني يوم لنتأكد إنه ما في تسريب مي والغطا ضغط. هلا بالنسبة لمكان الحفظ، المهم نحفظه بمكان بعيد عن الشمس، وفينا نحطه بالبراد. لو عم تقطع الكهرباء وتجي والتبريد خفيف فينا نحطه بالبراد، ما بده فريزة أكيد. بالبراد بيمشي الحال، أو بمكان ما بتجي عليه الشمس كمان بيمشي الحال، ما بيحتاج فريزة نهائيا. والصورة بآخر الفيديو هي النتيجة بعد شهر. أنا إلي شهر مصورة الفيديو وصورت المطربان اليوم لحتى أورجيكم اللون. وهي الطريقة بتحفظ لكم البازاليا باللون الأخضر وبدون فريزة من السنة للسنة إن شاء الله. وأكيد إذا في أي تجربة للمونة ببالكم خبروني عنها لجربها أنا، ما ليكون حقل التجارب، ما عندي مشكلة. ولا تنسوا تعملوا متابعة لتشوفوا كل جديد من مطبخي أنا، مطبخ دنيا.